هاتي معايا الكوباية دي وهاتي دقيق ويلا حطي كوبايتين دقيق وابدأي ان انتي نخليهم. انا عامله لكم بالكوبايه دي عشان تبقى موجوده في كل بيت وكل المقادير هتعمل بيها عشان تبقى سهله عليكم. كوبايتين دقيق حطيهم يلا ونخليهم. اهم حاجه يا جماعه ان احنا نخلهم علشان الدقيق لما بيتنخل بيخلي الكيكه تحفه، خليكي تعملي احلى كيكه ومقاديرها مظبوطه 100%. بعد كده هاتي شويه نشا، ايوه نشا، حطي شويه كده. هتشوفوها قد ايه في الكوباية، هما الحبة دول ما كتريش عن كده، بيخلوها فاتحة وطرية وجميلة وهشة. وبعد كده شوية لبن بودر، انا بحب احطها، ده اختياري، لو مش عندك خلاص مش مهم، قد ربع كوباية كده. وبعد كده هنحط مع بعض ذرة الملح، وكل الحاجات دي انتي بتنخليها، وشوية كريم شانتيه برضو قد ربع كوباية كده او معلقة معلقتين يعني حسب اللي عندك. وكيس بقى كيك شيف اللي بيخليها ترتفع كده وتبقى جميلة. ونخلي بقى كل المكونات الجافة وكده تبقى انتي خلصتي المكونات الجافة. قلبيهم بقى مع بعض عشان تبقي مجهزاهم وتخليهم على جنب. لازم الحاجات دي نكون مجهزينها لان الكيكة دي انا بعملها بالحليب والزبدة السخنة. يلا بقى هنبدأ نجهز كمان القالب بتاعنا عشان يبقى جاهز، عشان زي ما بقولكوا الحليب والزبدة بيبقوا سخنين، فلازم ان احنا نبقى مجهزين الحاجة كلها عشان نصبها على طول. هندهنه كويس وندهن كمان الحواف بتاعته. وبعد كده هنجيب بولة اللي احنا هنعمل فيها بنفس الكوباية، هتحطي كوباية سكر، بس السكر أثر معايا فروحت جبت الكيس. هتحطي كوباية سكر وزيادة عليه مثلا معلقتين ولا حاجة، بس مش أكتر، سكر هيطلع مظبوط جدا. ماشي، هتجيبي بقى الكيس ده تخليه جنب ايدك باسكت تحطي فيه كل الحاجات اللي انتي فتحتيها، وتكسري البيض ويبقى تحت ايدك كده عشان ترمي فيه على طول. اهم حاجة ان احنا نكسر البيض بتاعنا في بولة بره، علشان لو في اي بضاية بايظة ما تبوظش كل المكونات اللي اتحطت عليها. هتبدأي ان انتي تكسري بيضة بيضة وتحطيها في البولة، وبعدين تقومي مكسرة التانية بعدها، ما تحطهمش كمان على بعض. خلاص، هنعمل كده، واخر بيضة تكسريها جوه الكيس نفسه علشان خاطر ما تعملكيش اي حاجة على الرخامة ولا في اي حتة، تبقى حواليكي الدنيا نظيفة كده. 4 بيضات. بعد كده هنحط بقى الفانيليا بتاعة البرتقال بتاعة دريم، فانيليا دريم البرتقال دي تحفة يا جماعة وريحتها جبارة، تخلي كيكة بالبرتقال خطيرة. جربوها وعلى ضمانتي، لأي حد بيحب الكيكة بالبرتقال يجربها. هتحطي كمان معاهم كيس فانيليا، انا بحب احط كيسين من الفانيليا البرتقال. وبعد كده بقى بنضربهم بالمضرب، هنا كنت بوريكي ان هو مش معنى ان البيض فك يبقى خلاص، لا، لازم من 5 ل7 دقايق. ماشي. بنفس الكوباية بقى هتحطي المواد السائلة. الأول هنحط الحليب، هتحطي كوباية، وانا لما لقيت العلبة خلاص خلصت فخدت اخر بق كمان. ماشي. بس بصوا لسه في حبة في العلبة كده، لازم تفتحوا العلبة عشان حرام يعني حاجة ايه، حرام ان احنا نرميها، فتفتحي العلبة بالمقص كده على طول وتفضي اخر بق. شفتوا كام بق قد ايه؟ حطوها وسخنوها بقى على النار. وهاتي كمان الزبدة، انا هنا بوريكم ان الزبدة من بره بيبقى عليها المعيار بتاعها عشان تبقى سهلة عليكي في التقسيم. تبدأي ان انت تاخدي قطعة منها، انا بحط يا جماعة 125 جرام، يعني تمن كيلو. وببدأ ان انا مش عارفة اسمها تمن كيلو ولا اسمها ايه، المهم ان التمن يعني 125 جرام. خلاص، وبتبدأي ان انتوا برضو تحطوها وتسيحوها، نقعد نضرب بقى المكونات دي لمدة من 5 ل7 دقايق، اللي هو البيض والسكر مع بعض ومعاهم الفانيليا. وبعد كده هنزل عليهم، بصوا الزبدة دافية مايلة للسخونية، بحب احط فيها كده معلقة سمنة تكون مرملة كده وجميلة. وهنا السرعة بتبقى عالية على 2. اول ما ابدأ احط الزبدة واللبن ببدأ ان انا انزل السرعة على 1. اللبن برضو بيبقى سخن، بصوا الدخان شايفين طالع منه، بس مش سخن بيغلي علشان خاطر البيض ما يستويش معاكي. خلاص، هيخلي الكيكة معاكي طرية طراوة فظيعة. هنا بدخل الدقيق مرة تانية، بنزل بقى، انا كده خلصت المكونات، بنزل المكونات الجافة على الخليط، وببدأ ان انا انخله تاني. بصوا في حاجات طلعت برضو، هنا بعمله على السرعة 1، وببدأ ان انا بالسباتيولا انزل الجوانب واتأكد ان مفيش اي تكتلات دقيق. وبسرعة 1 ببدأ ان انا اخلطه، واول ما الدقيق كله يختلط ببدأ ان انا
اشوف الخليط بتاعي وابدا ان انا احطه بقى، خلاص افضيه في الصينيه او القالب بتاعي. بفضي كله وبنزله بالسباتيولا. السباتيولا يا جماعه تحفه، ما تخليش وراها ولا فتفوته. حرفيا انا لما كنت منزله عنها بوست، ناس كانوا بيكتبوا عنها لحايسه، وناس كتبوا عنها اسامي كتير. اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتقولوا عليها ايه. انا بقول عليها سباتيولا بس عادي، بس هي تحفه بجد جباره. بصوا اهي فضت البتاع. هتبداوا ان انتوا تخبطوا الصينيه بتاعتكم وتبداوا ان انتوا تفرغوا منها الهواء باي خله سنان. وبس كده هنبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة سخنة. وهنا بوريكم ان بعد وهي في الفرن بننضف الرخامة والمواعين ونفضي الحوض. وهنا كده كانت هي خلصت، واختبرتها بالخلة لقيتها استوت وزي الفل. طلعت تحفة، اللون مظلومة بجد في الكاميرا، لونها كان تحفة. وكمان ما تنسوش تنضفوا مضرب البيت بتاعكم. وبس كده بألف هنا وشفا. بصوا الطراوة تحفة وبتدوب في البق كده دوبان.